عن العقد العرفي. هل تعترف المحكمة بالعقد العرفي؟ إن العقود العرفية المتعلقة بالعقارات المبرمة بعد 1/1/1971 تعتبر باطلة بطلانا مطلق، حتى ولو تم تسجيلها بمصلحة التسجيل والطابع بمفتشية الضرائب. وهل العقد العرفي ينقل الملكية؟ العقود العرفية المحررة بعد تاريخ 1/1/1971 ليس لها أي أثر في إثبات أو نقل الملكية العقارية أو الحقوق العقارية، لا في اتجاه المتعاقدين ولا بالنسبة للغير، ومنه يعد التصرف المبرم على مثل هذا النحو بطلانا مطلقا، ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها، لأن طرق إثبات الملكية العقارية من النظام العام. ومتى يكون العقد العرفي حجة على الغير؟ لا يكون العقد العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت، ويكون العقد ثابت ابتداء من يوم تسجيله، من يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام. وكيف يتم إبطال العقد العرفي؟ إن العقد الباطل بطلانا مطلقا هو منعدم، لم يستوفي أركانه كانعدام تطابق الإرادتين وانعدام المحل أو السبب أو عدم مشروعية محله أو سببه. إن كان من شروط التراضي هناك شروط أساسية، وهي أن يصدر ممن بلغ سن التمييز، وأنه إذا صدر من عديم التمييز كان باطلا بطلانا مطلقا ولو كان العقد لمصلحته.